موجز لأهم الأنباء أقدمها لكم أنا ديالا خلف من بريس 23. اشتباكات بين قوات النظام السوري وقوات الأسايش في مدينة الحسكة، حيث أسفرت الاشتباكات عن فقدان شخصين لحياتهم وإصابة عدد من المواطنين، حيث أفاد مراسلنا أن حالة الهدوء تسود المدينة بعد ساعات من الاشتباكات، وسيطرت قوات الأسايش على حاجز الأمن الجوي في المدينة. بيشمركة روجافا تصد هجوما لتنظيم الدولة الإسلامية في الموصل. المعارضة السورية المسلحة تقصف ريف عفرين بقذائف هاون، مما أدى إلى جرح 3 أشخاص. وزير الخارجية التركي مولد جاويش أوغلو: سأتخلى عن منصبي إذا أثبت لافروف أن بلادي تقوم بمساعدة تنظيم الدولة في سوريا. لأول مرة منذ 4 سنوات قافلة مساعدات أممية تدخل حراستا في غوطة دمشق الشرقية.